هو في حاجة اسمها وضع صح وانا بحط الميك اب؟ ايوه، شوفي الفيديو ده. اول حاجة الايلاينر، ودي اكتر حاجة شائعة. وانا بحط الايلاينر ما ينفعش ان انا اشد عينيا كده عشان يطلع الوينج صح ومظبوط واعمل كده، اجي اسيب عينيا الاقي خط تاني خالص، بالذات العينين المبطنة. المفروض ان انا بعمل الايلاينر بوضع عيني الطبيعي وانا باصه قدامي ومفتحه، وابص قدامي بالظبط واعمل خط وارجع بيه والون الوينج، كل ده وانا مفتحه وباصه قدامي. تاني حاجة هي مش غلط، بس هتوفر عليكي ان انتي تهلكي رموشك وتعملي كذا كوش كل يوم، او كل ما تحطي ماسكارا ورموشك تقع. وانتي بتحطي الماسكارا حاولي يبقى معاكي مراية صغيرة وتبصي تحت وتكوني شايفة كل جذور رموشك، فمش هتحتاجي ان انتي تعملي كذا كوش، وعشان يبقى شكل الماسكارا واضح وان انتي تكوني اكنك حاطه رموش بدل جبنه سيره رموش. افتكروا كمان وانتي بتركبي رموش ما ينفعش تغمضيها عشان ما يلزقوش في بعض، وما ينفعش ان انتي تكوني مفتحه قوي او باصه لفوق. في رموش برضو بيبقى معاكي مرايه وتبصي لتحت وبتركبيها عشان تكوني شايفه الجلد اللي هتلزقيه عليه. واحنا بنعمل الليب لاينر ما ينفعش ان احنا نكون بنضحك قوي، يعني يا رب دايما تكونوا مبسوطين، بس مش بنضحك قوي، يعني مش بنعمل كده ونعمل خط، لان ببساطة اول ما بقنا بيرجع كده بنلاقي الخط مزجزج. مين بيحصل معاها كده؟ تكتب في الكومنتس. احسن وضع ليها ان احنا نكون مبتسمين ابتسامة خفيفة كده. لما نيجي نرجع تاني نبص هنلاقي الخط مظبوط، يا دوبك بس هننضف من هنا او من هنا او عشان نخليه شارب، وممكن كمان ما نحتاجش. خليكي دايما وانتي بتحطي الميك اب في الوضع اللي هتشوفي نفسك بيه والناس هتشوفك بيه. ما تعمليش اي حركه مبالغ فيها بوشك، بعد كده ما ترجعي للوضع الطبيعي تلاقي شكل الميك اب مش زي اللي انتي كنتي قصداه او حاطتيه خالص. اكتبولي في الكومنتس مين كان بيعمل كده، واكتبولي عايزين اعمل فيديو عن ايه.